فشل انتقال حكيم زياش إلى باريس سان جيرمان بسبب أخطاء متعمدة من تشيلسي. كشفت تقارير صحيفة فرنسية أن صفقة انتقال المغربي حكيم زياش صانع ألعاب تشيلسي إلى باريس سان جيرمان فشلت في اللحظة الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية، على الرغم من تواجد الدوري المغربي في باريس والخضوع للكشف الطبي تمهيدا لإتمام الصفقة التي كان سينتقل بموجبها إلى نادي العاصمة على سبيل الإعارة نهاية الموسم. وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نادي تشيلسي أرسل مستندات خاطئة وفشل في إكمال الأوراق المطلوبة لإتمام الصفقة في الوقت المناسب. وأضاف التقرير على راديو فرنسا أن نادي تشيلسي تعمد إرسال أوراق خاطئة 3 مرات لعدم إتمام الصفقة، وهو ما تسبب في إحباط شديد لمسؤولي باريس سان جيرمان بسبب موقف نادي الإنجليزي الغريب. وأوضح التقرير أن نادي باريس قد يلجأ إلى مقاضاة تشيلسي بسبب تعمد إفساد الصفقة في اللحظات الأخيرة، كما زعم أنه لن تكون هناك أي فرصة جديدة لإحياء الصفقة مستقبلا. المهاجم المغربي الدولي البالغ من عمر 29 عاما والذي لا يلعب مع البلوز كثيرا كان يرحب بالرحيل إلى باريس سان جيرمان منذ انضمامه إلى تشيلسي مقابل 33 مليون جنيه أسترالي من أي كأس هولندي في العام 2022. وشارك زياش في 97 مباراة من النادي وسجل 14 هدفا وصنع 11 تمريرة حاسمة.